ده هو بطلنا ليه شاب تعبان كحيان الكل بيتنمروا عليه لحد ما بيجي اليوم اللي بيقرر ينهي حياته فيه، ولكن بيغير رأيه بعد ما بيقابل حاصدة الأرواح وبتعقد اتفاق معاه هيغير حياته بالكامل. وكالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على رسول الله، ولو شفت الجزء اللي فات فالجزء الجديد بيبدأ من هنا. نبدأ قصتنا وبنشوف مجموعة كبيرة من الناس متجمعين تحت كوبري، وبيكون السبب إن في شخص واقف على قمته وعايز ينتحر. واحد من الواقفين بيقول ده على بعد خطوة واحدة بس من السقوط، وأي حد يحاول يتصل بالنجدة. واحد تاني بيرد عليه وبيقول له دول شكلهم هيتأخروا شوية لأنهم عالقون في حركة المرور، ولازم نحاول نوقف الولد ده. وبنروح لبطلنا اللي اسمه لي كيونج اللي بيكون واقف أعلى الكوبري ووشه كله حزن، وبيقول الناس دي بتبصلي ليه؟ هما ممكن يكونوا خايفين عليا. وبيفتكر معاملة زمايله ليه في المدرسة وانهم اتنمروا عليه وضربوه، وبيقول مفيش اي امل وكل الناس حسالة زي الاوغاد دول، وعلى اي حال لم يكن لدي احد بجانبي منذ البداية. وفجأة بتجيله رسائل على التليفون، ولما بيفتحها بتكون من الاشخاص اللي معاه في المدرسة. واحد بيقول له انت فين؟ انا لا استطيع ايجادك ايها اللعين. وواحد تاني بيسأل وبيقول له هو الحقير ده ساب المدرسة ولا ايه؟ والشخص التالت بيقول لي انت خذلتني، ولو ما جبتش فلوسي فانا هضربك بكرة لما اقابلك. ليه بيبدأ يسيب ايده، ولكن فجأة بيسمع صوت شخص جاي سايق عجلة من بعيد وبيقول يا فتى ستموت إذا سقطت من هناك، واهدى وتعالى لهنا. وانا عارف ان الحياة المدرسية ممكن تكون صعبة عليك، ولكن فكر في عيلتك، فكر في اللي هيحصل لهم بعد ما تعمل اللي انت بتفكر فيه. ليه بيبص له وهو حزين والدموع بتنهمر من عينه وبيقول له كلهم ميتين، وبيسيب ايده وبيقع في النهر. ليه بيقول لنفسه وهو بيغرق انا اعتقدت انه لو استنشقت المية بسرعة فهيكون الموت اخف، ولكني بشعر اني لسه بعاني. بما ان الجثة اللعينة دي كانت مغمورة بالمية فانا حاسس برئتي وهي بتتمزق، ولكن كل شيء على ما يرام لان الوضع مش هيستمر للابد. وامي بتنتظرني هناك، وبنشوف واحدة طايرة في الجو ومعاها منجل اسود غريب وبتقول اليس هذا ممتعا. وبنرجع لبطلنا وبيكون الاسعاف وصل وانقذوه. ليه بيقول لنفسه انا بتساءل مين اللي ابلغ الناس دي عني، وانا حتى ما قدرتش اقتل نفسي بالطريقة اللي انا عايزها. واحد من الناس اللي واقفه بيقول هو ايه اللي كان بيحصل في عقل الطفل ده عشان يخليه يقفز في النهر، وبياخدوه للمستشفى. وبيجي الليل وبنشوف ليه وهو خارج من المستشفى وماشي في شارع جانبي، وفجأة بيسمع صوت حد بيقول له اقف عندك. ليه بيقف وبيبص وراه ولكن ما بيلاقيش اي حد، وبيسمع الشخص ده بينادي عليه تاني وبيقول له بص هنا فوق. وبنشوف واحدة جناحاتها سودا ومعاها منجل اسود وبتقول له انا سعيدة بمقابلتك واسمي هو سيرا وانا حاصدة ارواح وانت شكلك مش مندهش خالص. ليه بيقول لها بكل فرح هو انت هنا عشان تاخدي حياتي؟ سيرا بتقول له انا اسفه ولكني مش هنا عشان اخد حياتك، ولكن لانك اغرتني. وايه رايك، هل تريد ان تشكل اتفاقا معي؟ وايه رايك لو قلت لك انك تقدر تستخدم تذكره العالم السفلي على حساب حياتك؟ ليه بيقول لها ايه هي تذكره العالم السفلي دي؟ سيرا بتقول له اذا كنت تقدر تستخدم التذكره فانت تقدر تستعير قوه الموتى، وده بيعني ان قدره كبار الافراد في العالم زي دافنشي والجنرال لو ممكن تكون ليك بشكل مؤقت. ايه رايك؟ وانت كنت عايز تموت عشان تقابل امك. ليه بيبدا يمشي ويسيبها، ولكن بيقف لما بيسمع سيرا بتقول له المشكله ان امك اللي انت بتدور عليها مش موجوده في العالم السفلي ولسه روحها موجوده في العالم ده. لكن ليه بيتجاهلها وبيمشي. وبنشوف في شارع تاني 3 اشخاص واقفين، واحد فيهم بيقول ايه الشيء المثير للاهتمام ده، وبيكون في شخص ماسك قطه في ايده وبيقول انا اقدر اصنع لحن من صوت البكاء ده لو ضغطت عليها بالطريقه دي. الشخص التخين ده بيرد عليه وبيقول له هو ده اللحن هو مزعج كده ليه؟ وبنشوف ليه وهو واقف وشايف اللي بيحصل وبيقول لماذا يوجد الكثير من الاشخاص التافهين. وبنرجع للشخص التخين ده وهو بيقول مهلا هل كذبت بشان ذلك لان الامر لا يبدو انه يعمل. الشخص اللي ماسك القطه بيقول له بغضب اخرس، وازاي تقدر تسمعها لو كنت بتتكلم بصوت عالي يا ابو كرش كبير انت. الواد بيقول له اسف وانا هكون هادي، وفجاه بيقطع كلامهم ليه وبيقول سيب القطه دي لانك لو ما عملتش كده فهي هتموت. الواد بيقول له هي القطه دي بتاعتك؟ ليه بيقول له لا ولكن القطه دي ليها عيله، وبيطلع تليفونه. الواد بيقول له لو هي مش بتاعتك فانت ليه عامل دوشه، وحتى لو ماتت فدي حاجه ما تخصكش. ليه بيقول له لانها ليها عيله وسيبها تمشي. وبيكون بعت رساله للشرطه ولكن فجاه بيلاقي بوكس في بطنه وبيوقعه على الارض، وبيكون اسم الشخص اللي ضربه هو هيو بيقول هل سمعتم ما قاله هذا اللعين، وكمان اتصل بالشرطه. الواد التخين بيقول بطل الملاكمه هيو هيورينا مهاراته، ويا هيو تقدر تعلمنا ازاي نقدر نستعمل الولد ده في الملاكمه. هيو بيقول له بما ان كيس الملاكمه اتحطم فانا هوريكم مهاراتي عليه، وبيديله اول بوكس في وشه وبيقول له عندما ترغب في ضرب شخص فانت هتحتاج تحط وزنك في ذراعك زي كده، وبيديله البوكس الثاني والثلاثه بينزلوا فيه ضرب. هيو بيقول له ده كورس احترافي وحتى الفلوس ما تقدرش تشتري لك المعرفه دي، وبيكملوا ضرب فيه. وبعدها
بنشوف ليه وهو واقع على الارض وهم واقفين بيتنمروا عليه. هيو بيقول لو انا طلبت منه يتخانق هو وفتى التوصيل فمين اللي هيكسب؟ الواد التخين بيقول له انا هراهن ب 10000 على ان الشخص ده هيخسر. ليه بيقول لنفسه لماذا هم الذين مثل القطط بحاجه للمعاناه والموت، وده عالم بدون ندم فليه لازم نشعر بالالم، وكلما فكرت في ذلك كان هيكون من الرائع لو مت في اليوم ده. وبيفتكر ذكريات قديمه وهو وامه بيغرقوا في البحر وبتكون شرطه الانقاذ وصلت ولكن امه بتضحي بستره الانقاذ عشانه. وبنرجع للحاضر ليه لما بيبص حواليه بيلاقي القطه اللي انقذها لسه واقفه. ليه بيقول لنفسه ليه هي ما هربتش، هي عارفه ان انا اللي انقذتها. وبيمد ايده وبيقول ليس عليك ان تخافي، ولكن القطه بتعدي من جنبه وبتروح لمكان امها اللي بيكونوا قتلوها. هيو بيقول لهم خلونا نمشي يلا. ليه بيقول هو غضبان انا بقبل الاتفاق، وفجاه بيقوم يقف وبيقول اين تظنون انكم ذاهبون ايها الاوغاد؟ الثلاثه بيضحكوا بجنون. هيو بيقول بصوا للمجنون ده. الولد بيقول له ده وضع الملاكم صح؟ صاحبه بيرد وبيقول له شكله بيحاول يقلد اللي هيو عمله. الاثنين بيقولوا لهيو احنا هنروح نهزم اللعين ده، لكن ليه بيتجنب كل هجماتهم. هيو بيقول لهم ابعدوا من هنا دي مباراتي انا. وبيقول لي ليه انت اخفيت مهاراتك ليه؟ وانا مش عارف انت اتعلمت فين، ولكن غدا في الساعه 7 في هانسونج جيم هكون حاصد الارواح الخاص بيك ومع القواعد في المكان ده فهيكون بينا قتال عادل. ولكنه بيهجم عليه فجاه وبيقول لنفسه حتى الهجوم ده محمد علي ما يقدرش يتجنبه، ولكن ليه بيتجنبه وبيديله بوكس بيلزقه في الجدار وبيكون حصل على قوه ملك الملاكمه محمد علي وبيضربهم كلهم. وبيروح لمكان حاصده الارواح. سيرا بتقول له ايه رايك بعد ما استخدمت تذكره العالم السفلي؟ ليه بيقول لها ده مش مهم. وقولي لي ازاي اقدر الاقي امي؟ سيرا بتقول له هتحتاج تلاقي شخص يقدر يشوف الارواح، ولو قابل مستخدم تذكره العالم السفلي الشخص ده فهو كمان ممكن يقدر يشوف الارواح. وكلما استعرت قوه الموتى فهتستمر لمده ساعه واحده وهتكلفك سنه واحده من عمرك، والبشر يقدروا يعيشوا ل 100 سنه، ولذلك مش هيكون مهم لو خسرت 20 او 30 سنه. وفكر بحكمه عشان ما فيش اي فرصه تانية. وقول لي دلوقتي كم من الوقت تريد؟ ليه بيقول لها سنه واحده. سيرا بتقول له سنه واحده ايه؟ انت سمعت اللي انا قلت لك من شويه؟ ليه بيقول لها لا خدي كل شيء وسيبي لي سنه واحده. سيرا بتبتسم بخبث وبتقول له تم توقيع الاتفاق. وبعدها بنشوف ليه وهو قاعد على السرير في بيته وماسك تذكره العالم السفلي وبيقول ده ما كانش حلم. وبيفتكر وهو واقف مع سيرا. سيرا بتقول له ايه رايك؟ ليه بيقول لها يعني انت تقصدي اني دلوقتي بستخدم قوه محمد علي؟ سيرا بتقول له ايوه. ليه بيقول لها انا حاسس ان شخص تاني ويبدو كما لو ان القوه تفيض بيه. سيرا بتقول له خلينا اشرح لك ايه اللي بيحصل. وبتظهر لوحه حجريه عملاقه وبتقول له دي هي بوابه السماوات، بيكون مكتوب عليها اسماء الاشخاص اللي ماتوا زي ميماتو اللي كان فيلسوف عظيم واينشتاين عالم الفيزياء وغيرهم من عباقره البشر. سيرا بتكون ماسكه تذكره وبتقول له دي هي البطاقه المطلوبه لفتح البوابات وبتشتريها باستخدام حياتك، وطالما هي معاك تقدر تفتح البوابات في اي وقت واي مكان، ولو قمت بتعيين الروح اللي انت عايزها في البطاقه مسبقا فتقدر تستخدمها فورا. ليه بيقول لها وده بيعني اني لو قمت بتمزيق البطاقه دي هحصل على قوه الروح ده صح؟ سيرا بتقول له ايوه، والمده الزمنيه للقوه دي هي ساعه، وبالنسبه للبطاقات فخد دي وهديك الباقي لما ارجع من العالم السفلي. ليه بيقول لها وده هيكون امتى؟ سيرا بتقول له انا مش متاكده لاني محتاج ادور عليهم، وباي حال انا هديك 100 بطاقه اضافيه هديه الخدمه. ليه بيقول لها موافق. سيرا بتطلع قلاده وبتقول له خدها، والقلاده دي هتنور لما تقرب من روح والدتك. ليه بيقول لها بس انا ما عنديش القدره على رؤيه الارواح فهعمل ايه؟ بتقول له عليك ان تكون في اتصال جسدي مع الطفل اللي يقدر يشوف الارواح بينما تستخدم البطاقه. سيرا بتبدا تمشي وبتقول له انا شرحت لك كل الضروريات واشوفك بعدين. ليه بيقول لها بصوت عالي ازاي هقدر الاقي الشخص ده؟ سيرا بتقول له ابحث عن الجسم اللامع والشخص ده مش بعيد عنك. وبنرجع للواقع وبنشوف ليه بيجهز عشان يروح للمدرسه وبيلبس القلاده وبيخبيها تحت هدومه وبيتوجه للمدرسه. واول ما بيدخل الفصل واحد من الموجودين بيقول بصوا ليه جه للمدرسه بس هو مش الوقت اتاخر. صاحبه بيرد عليه وبيقول له عشان كده هدومه نظيفه، وبيقعد على المكتب بتاعه وبيلاقي عليه شتايم كتير لكنه بيتجاهلها، ولما بيحط ايده في المكتب عشان يطلع كتبه بيلاقي ايده كلها حبر والكتب كمان، وبيقوم عشان يرميهم في الزباله. وبيسمع واحد منهم بيقول الحقير ده بيتصرفوا كأن ما فيش اي حاجه حصلت. وبيعدي شويه وقت وبنشوف واحد اسمه ليو ماسك نانكيتشو وبيلعب بيها. صاحبه بيقول له ما عمرك مع تلك النانكيتشو؟ بيقول له انا بتعلمها الايام دي ومحدش يقدر يهزمني. صاحبه بيقول له انا شكلي بفكر اتعلمها انا كمان. ليو بيقول له استنى هوريك انا محترف فيها قد ايه، وبيروح ناحيه لي اللي بيكون نايم على المكتب وبيضربه بيها على ظهره. ليو بعد ما ضربه بيقول له لازم تعيش وانت بتسمع كلام اهلك، ومعلش انا نسيت ان انت ما عندكش اي اهل. ليه بيقول له امشي من هنا بدل ما اضربك. ليو بيضربه بالرجل وبيوقعه على الارض. ليه بيكون ماسك التذكره وهيستعملها ولكن بيفتكر كلام سيرا انه لازم يكون على اتصال مع الشخص اللي يقدر يشوف الارواح وقت ما يكون معاه التذكره، وان دي التذكره الوحيده الباقيه معاها دلوقتي. ليو بيقول انت اتجننت ولا ايه؟ ليه بيقول له انا اسف انا كنت نايم وفكرتك شخص تاني. الكل بيضحكوا عليه. ليو بيقول له باخد بالك لان المره الجايه مش هقبل اعتذارك. وبيعدي شويه وقت وبنشوف ليه قاعد وبيقول لنفسه حتى لو الشخص ده كان قريب مني فانا هلاقيه ازاي، وانا مش لازم اضيع وقت اكتر من كده ولازم ابدا ادور عليه. بيبدا يتحرك وبيكون ماشي في طرقه المدرسه وبيشوف بنتين واقفين بيتكلموا. واحده بتتكلم وبتقول انا اختي شغاله هناك تقدر تجيبها لي بنص السعر، هقول لها تجيبها لك انت كمان. البنت بتقول لها ماشي ومتاحه باللون
الارجواني ولا لا لاني بحب اللون ده. لي بيقول لها المعذره انا ليه بتدرب على قراءه الطالع وانا هقوم بيه مجانا الفتره دي، انت عايزه تجربي؟ البنت بتقول له بتوتر ماشي، وبيمسك ايديها لكن ما فيش اي حاجه بتحصل. البنت بتقول لنفسها انا عارفه انه بيكذب لكنه شكله وسيم، وفجاه بيسيبها وبيمشي وبيقول انها ليست الشخص الصحيح. وبعدها بنشوف ليه وهو خارج من المدرسه وبيقول لنفسه التحقق من 10 اشخاص كل يوم ده شيء صعب، وسنه واحده لازم تكون كفايه. وبيشوف شروط استخدام البطاقه وبتكون ان طريقه الدفع زي ما سيرا وضحت له، وانه ما يقدرش يستعير قوه نفس الروح مرتين ابدا، واللي فاضل في عمره هو 364 يوم بس. ليه بيقول بما ان في المدرسه 1100 طالب فالموضوع هياخد مني اكتر من شهر عشان الاقي الشخص ده، وانا بدون البطاقه مش هقدر الاقيه، وما اقدرش استعمل البطاقه دي الا لما احصل على الباقيين. وهو ماشي متجه للبيت بيشوف ليو وواحد كمان واقفين وبيقولوا لواحده بدلا من الكذب لماذا لا تعطيني ال10 وون، ولا انت عايزاني اخدها بنفسي؟ ليه بيقول لنفسه دول الحمقى بتوع المدرسه بتاعتنا، هم كمان بيتنمروا على الفتيات وبياخدوا منهم فلوس وانا لازم اتدخل وانقذها. لكنه بيلف وشه عشان يمشي وبيقول لا مش لازم، وانا لازم افكر ازاي اقدر الاقي الشخص ده. وفجاه بيسمع واحد بينادي عليه وبيقول ليه كيونج انت رايح فين؟ انا عارف ان ده انت يا حقير. وبيمسكه من رقبته وبيقول له تعالى هنا، وانت ليه كنت غايب الفتره دي عن المدرسه؟ وايه اللي انت قلته لليو الصبح ده؟ ولما بيبص بيلاقي الكل متجمعين، والشخص اللي ماسكه بيقول لهم رحبوا معايا بكيس الملاكمه بتاعنا. واحد من الواقفين بيقول له انت ساكت ليه؟ لماذا لا تورينا الشجاعه اللي اظهرتها النهارده في الفصل؟ ليه بيبص عليهم وبيقول لنفسه لو كان بس معايا عده تذاكر كان زماني معلمهم الادب. وفجاه واحد بيقول اراهن على حياتي انها حمراء وبيشد له البنطلون، والكل بيضحكوا عليه. ليه بيغضب جدا وبيرفع البنطلون وبيحط ايده في جيبه. ليه بيقول له انت غضبان ولا حاجه؟ ليه بيقول لا مفيش اي حاجه، وبيقول لنفسه انا ما اقدرش استخدمها دلوقتي لان هحتاجها عشان الاقي امي. وفجاه ليه بيضربه بالقلم وبيوقعه على الارض وبيقول له انت تقصد ايه؟ وبينزل فيه ضرب بالرجل وبيقول له انت مثير للاشمئزاز وانت عامل نفسك مش مهتم. وبيقول له بصوا اللعين ده شكله محتاج تدليك زي المره اللي فاتت، وحد فيكم يناولني ان انكشوه. وفعلا حد بيديها له. ليه بيقول انا ما شفتش الحشره ده بيعيط قبل كده النهارده وانا هخليك تعيط زي الاطفال، وبيبدا يضربه بيها. ليه بيقول لنفسه اسباب تعذيبي بالطريقه دي هي ان مزاجه مش كويس. ليه بيكون واقع على الارض من كتر الضرب. ليه وبيقول له حتى بعد الضرب ده كله ما بداتش تعيط ولا انتهيت النهارده وتقدر تمشي من هنا. وبينما هو ماشي واحد بيخبطه على دماغه وبيقول له هات معاك فلوس المره الجايه. ليه ما بيهتمش بكلامه بيكون كل شاغل باله هو البحث عن والدته، ولكن فجاه الشخص ده بيشوف القلاده وبياخدها منه وبيقول له لو كان معاك فلوس كان لازم تقول لي، وانت دلوقتي خلتني غاضب جدا. وايه هي البتاعه دي؟ شكلها قطع قمامه. ليه بيقول له هو مبتسم ايوه دي مش غاليه ابدا وتقدر ترجعها لي. الواد بيقول مش هيكون من الممتع ان ارجعها لك بالبساطه دي وحد يناولني الشيء اللي جبته من خزنتي من شويه وبتكون علبه لبن. الواد بيقول له انت وشربتها مره واحده فانا هرجعها لك. واحد منهم بيقول له مش دي بقى لها شهر زمانها بقت فاسده واللي جعل طعمها اقوى فاحنا اضفنا ليها سجاير مدخنه. ليه بيشربها فعلا. الواد بيقول له انت واخد ممل وخد القلاده اهي. ليه بيمد ايده ياخدها وبيقول له شكرا، لكن الواد بيقول له انت مفكر اني هديها لك؟ دي مجرد جزبه. وبيرميها على الارض وبيفضل يدوس عليها برجله وبيقول بسبب الشيء ده اللعين ده شرب الحليب المتعفن. انا بتساءل هي مهمه قد ايه بالنسبه لك؟ ومن كتر الدوس عليها بيحطمها والكل بيفضلوا يتريقوا عليه. وفجاه ليه بيروح قدامه. الواد بيقول له لو عايز تقول حاجه قولها، لكن فجاه ليه بيقطع التذكره وبيضربه ضربه بيوقعه على الارض وبيمسك النانكشو وبيقول لهم كنت هستحمل كل ده يا رفاق عشان اعمل اهم شيء في حياتي، افضل من مواجهتكم ولكني هقتلكم كلكم. وبيكون استحوذ على قوه بروسلي. الكل بيضحكوا عليه. ليه بيقول لهم هذه القطعه من القمامه وانا هزمتك مره ولسه بتتصرف زي الاحمق، ويا رفاق اذهبوا واضربوه. الكل بيروحوا عشان يضربوه. واحد بيقول له مش لو ضربناه هيكون مختل اكتر. التاني بيقول له ممكن يستعيد عافيته لو ضربناه، لكن ليه بيتجنب هجماتهم وبيضربهم كلهم وبيمسك واحد منهم من رقبته. ليه بيستغل انشغاله بمواجهتهم وبيهجم عليه من وراه، لكن ليه بيوقف هجومه وبيرده له وبينزل فيه ضرب وبينهيه باستخدام ضربه اخيره اسمها لكمه البوصه الواحده. وبيروح ناحيه ليو وبيمسكه من بقه وبيقول له لقد حذرتك وفي المره القادمه لا تسال عن المال او المنبوذين او تتنمر على شخص، ولو شفتك بتعمل كده مره تانية فانا هحولك لاشلاء، وافضل اجابه لازم تعرفها هي حسنا. الواد بيقول له حسنا. ليه بيقول لنفسه هو ده بقى الشعور بالرضا وانا ما قدرتش اتمالك نفسي وانا كمان مش عارف انا هحصل على بقيه التذاكر امتى وانا هعمل ايه دلوقتي. وبيلاقي البنت اللي كانوا بيطلبوا منها فلوس بتفتش جيوبهم. ليه بيقول لها بتعملي ايه؟ فبتطلع من جيب واحد منهم خاتم وبتقول له انا كنت بدور عليه، ده خاتم مميز بالنسبه ليا ولو انت ما كنتش هنا الوضع كان هيكون سيء جدا وانا عندي حاجه مهمه لازم اعملها دلوقتي ولو اتقابلنا مره تانية فانا هكافئك بسخاء. فجاه ليه بيفتكر كلام سيرا وهي بتقول له ابحث عن الحجر اللامع وبيربط كلامها بالخاتم اللي البنت لابساه. كل البنت ماشيه وهي بتتكلم في التليفون وبتقول الحي البوذي انا هكون هناك اهو. ليه لما بيستوعب بيحاول يوقفها لكنها بتوقف تاكسي وبتركبه وبتمشي. وتاني يوم الصبح بنشوف ليه وهو قاعد في بيته وبنعرف انه قابل سيرا وقال لها انه كسر القلاده. سيرا بتقول له هاتها وانا اصلحها وبتاخدها وتصلحها فعلا وبتدي له كمان ال100 تذكره. وبنرجع لليه اللي بيكون بيجهز عشان عنده ميعاد مهم وبيلبس القلاده وبيمشي وبنشوفه بيجري في الشارع وبيخبط ايد واحده ماشيه وبيوقع الايس كريم بتاعها
معاها وبيقول انا وقعتها بالغلط هعمل ايه دلوقتي، فبيقرر يديها فلوس وبيقول لها اشتري غيره وبيكمل في طريقه. البنت بتقول له بصوت عالي انت استنى عندك، انت ما اتعلمتش ازاي تبص قدامك. وفجاه بتمسك بقها وبتقول لنفسها انا لازم اكون حذره وانا في الخارج. بعدها بنشوف ليه وهو قاعد مع البنت اللي لابسه الخاتم وبيكون حكى لها انه عايز يشوف والدته. البنت بتقول له ايوه انا اقدر اشوف الارواح ولو كنت عايز تلاقيها فانا هساعدك. ليه بيقول لها فعلا وانت متاكده انك تقدري تشوفيهم؟ البنت بتضحك وبتقول له ايوه وبص الخاتم ده بيمتلك قوه عجيبه ولو لبسته فانت تقدر تشوف الارواح، وبتضربه بمعلقه على دماغه. والبنت اللي وقع عليها الايس كريم بتكون معديه وبتشوفه وهو بينضرب. ليه بيقول لها ليه عملتي كده؟ البنت بتقول له اسفه انا شفت دلوقتي روح واحد مات من 300 سنه بيحاول يلبسك ولو ده حصل فانت هتمرض. ليه بيقول لها لو ده اللي حصل فشكرا ليكي. البنت بتقول له مفيش داعي وانا عيلتي بتعمل في الوظيفه دي من جيل لجيل وحتى في المدرسه كان بيجي لي ناس حاجزه من بدري لكن وضعك مختلف. ليه بيقول لها شكرا وخليني اسالك. البنت بتقطع كلامه وبتقول له انا سمعت ان المقهى ده بيبيع بارفيه بالبرتقال والشوكولاته جيد جدا. ليه بيقول لها ثواني ويكون عندك. وفعلا بيدخل يطلب وبيكون الطلب غالي جدا ولما بيطلع لبره بيلاقيها اختفت وبيلمحها وهي بتجري وفي شخص بيجري وراها وبيقول لنفسه هو ليه بيجري وراها وهي في خطر ولا ايه؟ وبيجري هو كمان وراهم وهو بيجري بيخبط ايد البنت اللي خبطها قبل كده وبيوقع الحاجه اللي معاها على الارض. البنت بتقول له انت تاني انت ليه مزعج كده؟ ليه بيوصل لمكان مزدحم جدا وبيحاول يعدي بالعافيه وبيقول المكان زحمه وانا لازم الاقيها بسرعه وبيستخدم تذكره وبيستحوذ على قوه كاتور وهو ملك القفز البعيد وبيبدا يتنقل عبر الاسطح وبيدور عليها بكل طاقته وبيشوفها في شارع فبينط من على السطح. وفي نفس الوقت بنشوف البنت اللي خبطها قبل كده بتبني بيت من الكرتون وبتقول ده خد مني وقت كبير ولكن كالعاده صاحبنا بينزل على البيت وبيدمره وبيقول لنفسه ايه الكمامه دي؟ هو اللي صنعها عيل صغير ولا ايه؟ البنت بتقول له ايه اللي انت عملته ده؟ ليه بيقول لها وده يخصك؟ بتقول له ده خد وقت كبير مني. ليه بيقول لها بتوتر ما تقلقيش انا هصلحه. وبعد ما بينتهي بيقول لها ايه رايك زي ما كان؟ البنت بتقول له ايه القرف ده؟ دي بقت قمامه. ليه بيقول لها هي كانت كده من الاول. وفجاه البنت بتتكلم نفسها وبصوت واطي وبتقول بسبب المزعج ده هكون هادئه. ليه بيقول هي مجنونه ولا ايه وانا لازم امشي. ليه بيقول لها انا اسف وانا ممكن ادفع عليكي حقه. البنت بتقول له مفيش داعي لان حركه زي دي بتعد وقاحه وهو انت اتعلمتها من والدتك ولا ايه؟ ليه بيقول لها بكل غضب لا ما اتعلمتش ده منها والشيء ده كان قمامه اصلا وانا احمق لاني اتكلمت مع شخص بيتصرف بغرابه من البدايه. البنت بتقول له ما تقولش كده بينما انت مش عارف اي حاجه. ليه بيقول لها انا شايفك مجنونه. البنت بتقول له انا مش عايز اسمع حاجه تاني وسيبني وهنا وامشي. ليه بياخد بعضه وبيمشي وبيقول لنفسه ايه الهدف من ان اتكلم مع شخص مجنون بيكلم نفسه وانا بعتقد انها هتجنن انا كمان لو فضلت اتكلم معاها. وبيفتكر البنت اللي كان بيدور عليها ولكن فجاه الشخص اللي كان بيجري وراها بيوقف ليه وبيوري له صورتها وبيقول له انت كنت بتعمل ايه مع المحتاله دي؟ ليه بيقول له بتقصد ايه؟ بيقول له انت كنت معاها وهي كانت بتقول انها تقدر تشوف الارواح. ليه بيقول له يعني هي رؤيه الارواح كانت خدعه؟ الشخص بيقول له ايوه شكلها خدعتك انت كمان. ليه بيقول لنفسه قد ايه انا مغفل وانا كنت اقدر اعرف اذا كانت صادقه ولا لا لو لمست ايديها وانا ضيعت وقت على الفاضي ولازم ابدا البحث من الاول. وبيقعد على جنب في الشارع وفجاه بيشوف البنت اللي اتخانق معاها وهي ماشيه بتكلم نفسها وبتقول اذا تقدر تتجاهل ده وانا لو شفتك المره الجايه هعلمك الادب. وفجاه ليه بيقوم وبيمسك ايديها وبيقول لقد وجدتك وبيبدا يشوف الارواح حواليه. البنت بتقول له ايه اللي انت عملته ده؟ ليه بيقول انا اسف ما اقصدش. بتقول له انا لست في حاله مزاجيه جيده ولو كنت عملت كده في سبيل الهزار واللعب فانا هغضب منك ويلا قول لي انت ليه عملت كده لاني مشغوله. ليه بيتوتر وبيقول لها لاني عارف انك الشخص اللي يقدر يشوف الارواح. البنت بتقول له ده شيء سخيف انت هبل عشان تقول كلام زي ده. وبتبدا البنت تفتكر كلام الناس وهي صغيره وهم بيتريقوا عليها وبيقولوا انها مجنونه وانها ازاي تقدر تشوف الارواح. ليه بيمسكها من التيشيرت وبيقول لها خلينا نتكلم شويه لكنها بتقول له سيبني وامشي وانا قلت لك اني ما بشوفش الحاجات دي وانت ناسي انك قلت عليا قبل كده اني مجنونه وانا بكره ان اي حد يستخدم الكلمه دي عليا وعلشان كده مش لازم تزعجني ويلا امشي من هنا. ليه بيقول لها انا عارف ان كنت غلطان ولكن في شيء عايز اتكلم معاكي فيه. البنت بتغضب وبتقول له بصوت عالي انا قلت لك اني لا استطيع رؤيه. وفجاه بتسكت لما بتشوف شخصين لابسين بدل سودا فبتستخبى منهم ورا الجدار وبتقول لي ليه ما تبصش ناحيتهم وخليك واقف هنا عشان محدش يشوفني. ليه بيقول لها ماشي. بعدها بنشوف ليه والبنت قاعدين على السلم. ليه بيقول لنفسه هؤلاء الرجال ذهبوا بالفعل هي ليه لسه بتتصرف بحذر. البنت بتقوم وتطلع السلم. ليه بيمشي وراها وفجاه بيلاقوا طفل نازل جري بيصرخ وبيقول شبح. ليه بيقول لها انت رايحه لهناك صح؟ البنت بتقول لنفسها ده شيء مزعج لاني طلبت مساعدته من شويه فمش هقدر اطلب منه انه يمشي. وبيوصلوا عند المكان اللي الطفل قال لهم عليه. ليه بيقول لنفسه ما فيش اي قبور هنا ولكن المكان مش مريح. ليه بيشوف البنت وهي معاها صندوق وعلبه تونه وبيقول لها انت هتستخدميهم في ايه؟ بتقول له لو كنت عايز تشوف اللي هعمله فافضل ساكت ولكن لو كنت هتفضل تزعجني فهيكون من الافضل انك تمشي. ليه بيقول لها خلاص هفضل ساكت. بعدها بشويه ليه بيقول لها لو كان صندوق وعلبه تونه فهي روح قطه. البنت بتقول له ايوه وانا برضو مش هساعدك في اي حاجه. ليه بيقول لها انا بس بحاول اصلح غلطتي. وبيقول لنفسه شكلها لسه متضايقه من اللي حصل. البنت بتقول لنفسها لماذا الروح لا تريد الوصول للسلام. وبتسمع ليه بيقول لها القطط بتحب العشب كمان وانا بحثت على الانترنت عن حاجات القطط بتحبها وانا عايز اكون مفيد. البنت بتحاول لكن ما فيش اي حاجه بتحصل. ليه بيقول لها لو العشب ما جابش حاولي بكيس بلاستيك لانه القطط بتحب الصوت اللي جاي منه. البنت بتجرب لكن ما فيش
مفيش حاجه بتحصل برضه. ليه بيقول لها جربي الاوراق القطط بتحبها، لكن الوضع زي ما هو. ليه بيقول لنفسه القطه دي صعبه وقد يكون من المفيد ان اقدر اشوفها، ولكن بدون ما المسها فانا مش هقدر. وفجاه بتجيله فكره وهي ان شعر البنت جزء من جسمها، لما بيمسك خصله من شعرها بيشوف قدامه روح عملاقه وغضبانه جدا، وبيسيب الخصله من الرعب فورا، وبيقول لنفسه ده مختلف خالص عن ما كنت متخيله. البنت بتتوجه ناحيتها وبتقول ودي روح ممكن تقدر تتفاعل مع البشر، وهي كمان ممكن تبان خطيره ولكنها مش كده خالص، وانا كل ما بقرب منها بكتشف قد ايه هي بتكره البشر. وفجاه بتلاقي قدامها القطه ميته ومدهونه بالطلاء. البنت بتحاول تشيله ولكنه ما بيطلعش. ليه بيقول لها انا هروح اجيب ميه وارجع بسرعه. البنت بتقول لنفسها الروح دي غضبانه علشان القطه دي ومين اللي عمل فيها كده. وفجاه بتسمع صوت واحد بيزعق في مجموعه اشخاص واقفين على الكوبري. الشخص ده بيكون بيقول حتى مع اطفال المدرسه الثانويه في مجموعتك فانت لسه بتتعرض للضرب من طفل، وانت كمان استخدمت القطه كفخ عشان تقبض عليه. هو انتوا اتهبلتوا ولا ايه؟ وشكلكم محتاجين ان احط راسكم في الطلاق زي القطه اللعينه دي. وفجاه بيلاقوا البنت واقفه قدامهم وبتزعق فيهم وبتقول لهم انتم هم الاشخاص اللي عملوا كده فيها. الشخص ده بيسال اللي معاه وبيقول لهم مين دي؟ بيقولوا له ما نعرفش. فبيروح ناحيتها وبيقول لها انا بعتقد انك جيتي للمكان الخطا وروحي العبي بعيد عن هنا. البنت بتقول له ما تتهربش من السؤال وانتم اللي عملتم كده صح؟ الكل بيضحكوا عليها. والشخص ده بيقول لها انت لطيفه لدرجه اني مش عايز اضربك، ولكن البنت بتديله بالقلم وبتقول له ما تضحكش لانك مش عارف قد ايه ام الطفله دي غضبانه، ويلا اعتذر دلوقتي. الواد بيغضب جدا وبيقول لها عيدي كلامك تاني. البنت بتديله بالقلم تاني وبتقول له هو انت ما بتسمعش؟ انا قلت لك تعتذر، ولكن لو ما كنتش هتعتذر فانا هخليك تعتذر. الواد بيمسكها من هدومها وبيقول لها انت جريئه جدا، واللي انا اقصده هو ليه لازم اعتذر. البنت بتقول له سيبني امشي، لكنه بيرفع ايده عشان يضربها، ولكن بيظهر فجاه ليه وبيقول له انت بتعمل ايه وسيبها دلوقتي. العيال اللي معاه اول ما بيشوفوا ليه بيقولوا له ايوه الاخ هو ده الشخص اللي احنا حاولنا نمسكه. الواد بيسيب البنت وبيقول لهم هو ده بقى اللي تسبب في معاناتكم، حتى انت يا هيو اللي اتعلمت الملاكمه اتضربت برضه. هيو بيقول له احذر ايوه الاخ لان اللعين ده ملاكم هو كمان. الواد بيقول لهم اخرس وانا عارف انا هتعامل معاه ازاي. ليه بيقول له انا هشوف هتقدر تعمل اللي انت بتقول عليه ده ازاي، وبيحط ايده في جيبه عشان يستخدم التذكره لكنه ما بيلاقيهاش. فجاه الواد بيضربه ببطنه وبيقول اللعين ده كان مستغني عن حياته لما قرر يواجهني، وايه رايك اخلي النهارده اخر يوم ليك، وبينزل ضرب فيه. ليه بيقول انا متاكد ان كان معايا بطاقه، ولكن لما بيبص قدامه بيلاقيها واقعه على الارض. وكمان بيشوف هيو ماسك ايد البنت ومش راضي يسيبها. ليه بيقول لو بس اقدر اوصل للتذكره، ولكن الواد بيدوس برجله على ايد ليه وبيقول انت ليه بتزحف على الارض بالشكل ده، ولكن ليه ما بيردش عليه وبيمسك التذكره فعلا. وبنروح للبنت اللي بتقول ده شيء مزعج جدا وانا لازم ارجع دلوقتي. هيو بيقول لها تقصدي ايه؟ وقبل ما ليه يقطع التذكره البنت بتقول بصوت عالي انا هنا. هيو بيقول دي شكلها اتجننت وبيرفع ايده عشان يضربها، ولكن فجاه المكان بيتملي بحراس كتير وواحد منهم بيتكلم في التليفون وبيقول ايوه الرئيس احنا لقيناها واحنا هنجيبها ليك حالا. الواد بيقول مين الناس دول وانتم مش عارفين انا مين، ولكن واحد من الحرس بيمسكه من راسه وبيرفعه من على الارض وبيقول له لو سمعت اي حاجه تاني منك فانا هقتلك. البنت بتقول لهم ايوه الاعمام من فضلكم ودوهم كلهم لمركز الشرطه وبيقولوا لها تحت امرك. البنت بتكون لسه ماسكه القطه وزعلانه وبتقول انا لسه مش قادره اشيل الطلاق ده. قائد الحرس بيقول لها انت زعلانه عشان القطه دي اديها لي من فضلك، انا ممكن اقدر انقذها لان كنت شغال مساعد لطبيب بيطري. الحارس بيقول لها انا اسف يا سيدتي لان ما فيش اي مستشفى قريبه من هنا والقطه دي حالتها غريبه. وفجاه الحراس بيبداوا يحسوا ببروده في الجو. ليه بيقول لنفسه الجو بقى بارد لدرجه ان الاشخاص العاديين شعروا بيه، وبيمسك خصله من شعر البنت وبيشوف الروح وهي غضبانه جدا وبيتقدم ناحيه القطه وبيستخدم التذكره وبيحاول ينقذها. البنت بتقول توقف عن ذلك انت كده هتخلي ام القطه غضبانه، ولكن ليه بيتجاهل كلامها وبيكون استحوذ على روح جيمس وهو جراح بيطري كبير. البنت لما بتشوف روح جيمس بتقول له ايه الروح دي وانا اول مره اشوف حاجه زي كده، هو انا تعبانه ولا ايه؟ وفعلا القطه بترجع للحياه. الكل بيكونوا متفاجئين. الروح بتفرح جدا والبنت بتقول له وهي بتشكره لقد حققت السلام. بعدها البنت بتروح له وبتقول له انت يا ابني. ليه بيقول لها مفيش داعي تشكريني لان انا الشخص اللي كنت عايز اساعدها. البنت بتقول له مش ده اللي انا عايز اقوله. ليه بيستغرب. البنت بتزعق فيه وبتقول له لو كنت تقدر تعمل حاجه زي دي من بدري ما عملتهاش ليه؟ وليه بتتدخل وتتعرض للضرب طالما انت ما بتعرفش تقاتل؟ ودي المره الاولى اللي بشوف فيها واحد ضعيف زيك. ليه بيقول لنفسه ده علشان انت محاطه بوحوش. البنت بتنادي على الحارس وبتقول له اعطيني شريط نجده. الحارس بيقول لها اتفضلي وبتقول له هو ليه شكله طفولي كده؟ بيقول لها هو ده اللي انت بتفضليه يا سيدتي، وبتاخده منه وبتلزقه على وش ليه. حارس تاني بيقول لها يا سيدتي انت مش لازم تتسللي كده تاني لان السيد الرئيس كان غاضب جدا لما عرف. البنت بتقول له خلاص فهمت وخلينا نمشي يلا. الحارس بيروح ليه وبيديله بطاقه وبيقول له دي بطاقه العمل الخاصه بيا وروح من المستشفى وعالج نفسك واتصل بيا عشان اديك تمن العلاج. ليه بياخدها منه وبيقول له ماشي وبيبداوا يمشوا. ليه بيقول لها استني وبيقول لنفسه انا هلاقيها تاني ازاي وانا مش عارف اسمها، ولكن البنت بتلف وشها وبتقول انا اسمي هانيون وهنتقابل المره الجايه لو قدر. وبنشوف سيرا وهي شايفه كل اللي حصل وبتقول كل شيء هيبدا من دلوقتي. وبيجي الليل وبنشوف ليه هو متخفي وبيقول هو ده المكان اللي بتعيش فيه هانيون ومنزلهم طلع ضخم بشكل مذهل وانا سعيد بمعرفه انك ابنه الرئيس التنفيذي لمجموعه شيان، ومع البيت الكبير ده فكان سهل عليا اعرف المكان من العنوان. وبيقول اللي هيشوفني بالشكل ده هيفكر ان حرامي وبيقرر
بيقرر يستخدم تذكره وبيستحوذ على روح ديريك ملك التسلق، واول ما بيتسلق الجدار بيتفاجئ اول ما بيشوف عدد الحراس الكبير اللي عددهم بيتخطى ال 12، وبيسال نفسه وبيقول هي ليه بتمتلك كل الحراس دول وانا متاكد ان هم هيكونوا اقوياء بنفس قوه اللي شفتهم. وبتجيله فكره وبنروح لمكتب الرئيس التنفيذي اللي اسمه تاي، وبيكون بيكلم المساعد بتاعه وبيقول له ازاي مع العديد من الرجال ما قدرتوش تراقبوا فتاه واحده واتخذ اجراءات تاديبيه ضدهم فورا. بارك بيقول له تحت امرك يا زعيم. تاي بيقول له انت مش عارف قد ايه انا حساس بسبب القاتل اللعين ده. وبيجي له اتصال من بنته بيرد وبيقول لها اتصلت عليا ليه؟ يوم بتقول له انا مش محتاجه كل الحراس دول، وده امر مزعج ان يكون عندي كل الحراس دول على مدار الساعه. ابوها بيقول لها انا مش هقدر انفذ لك طلبك ده، وزي ما انت عارفه بيتم اختيار الحراس دول بشروط معينه. يوم بتقول له على الاقل اختار لي حارس يكون طويل ومش قصير وبيقدر يتكلم كويس، ولكن تاي بيقفل المكالمه. الخادمه بتقول الاكل جاهز يا سيدتي. يوم بتقول لهم مش عايز ياكل. الخادمه بتقول للحارس احنا هنعمل ايه؟ هي مش عايزه تاكل النهارده كمان. الحارس بيقول لها لاكون صادق ده سيء، اتساءل هل تحتاج السيده الشابه ان يغمى عليها فقط حتى يفهمها السيد الرئيس في النهايه؟ الخادمه بتقول للحارس دي بتبدو شاحبه جدا ولازم نعتني بيها. وبنشوف يون وهي مستغطيه بالبطانيه والخادمه بتسمع صوته وبتقول لها هو ده صوت فتح وجبات خفيفه. يوم بتقول لها لا ده متهيألك، لكنهم بيخشوا وبياخدوا كل الوجبات الخفيفه منها. وبنرجع للرئيس تاي وهو بيقول انا ما اقدرش اسيب يون كده، وانا مش لازم اسمح لها تخرج في نهايه الاسبوع حتى مع وجود الحراس. المساعد بارك بيقول له بس ده هيكون كتير على طفله. الرئيس تاي بيقول له لا، ولحد ما اقبض على القاتل ده مش هسمح لها تخرج من البيت. ويا سكرتير بارك هو انت تقدر تسيب بنتك تخرج حتى بعد اختطافها مرتين من نفس الراجل؟ بارك بيقول له انا اسف على تفكيري المحدود يا سيدي. تاي بيقول له ده عدى 10 سنين من ساعه ما الحيوان ده هرب من الشرطه. بارك بيقول له بس السيده لا تستطيع تذكر اي حاجه حصلت في اليوم ده، ولكن لو فضلت تعمل كده وتحبسها في البيت فهي هتبدا تكرهك مع مرور الايام. تاي بيقول له ما قداميش اي حل تاني وانا مش عايزه تفتكر الصدمه دي مره تانيه. المهم قول لي مين بين المترشحين اللي تقدموا لو اي حد منهم لفت انتباهك. بارك بيقول له ايوه في واحد منهم وهو رئيس شيونمو واسمه تشوي. تاي بيقول له الاسم ده سمعته قبل كده وقوته عامله ازاي؟ بارك بيقول له لا ينقصه اي مهارات قتاليه وهو فعلا محارب موهوب حتى انه هزم اعضاء فايبرز. تاي بيقول له هزم فايبرز لوحده مش دي مجموعه كبيره؟ وايه السبب اللي خلاه يقاتلهم؟ بارك بيقول له لانهم ما رضيوش يدوا له سجاره وبسبب مهاراته القتاليه. انا بعتقد ان ده امر جيد بالنسبه لينا وخلينا نشوف ازاي هيستجيب قاتل مجنون لواحد مجنون زيه. تاي بيقول له خلاص خلينا نروح هناك عشان نتاكد من مهاراته. بارك بيقول له انا هجهز لكل حاجه. وبعد ما تاي بيطلع بره المكتب بنشوف رساله جايه لبارك ومكتوب فيها فقط اقنع الرئيس التنفيذي لمجموعه شيان جيدا واعتقد ان الخطه ستسير بسلاسه دون اي عوائق. وبنرجع بالوقت شويه وبنشوف بارك وهو قاعد بيتكلم في التليفون مع شخص اسمه تشوي بيوم وبيقول له انا عندي طلب ليك، انا عايزك تخطف واحده اسمها هانيون. تشوي بيقول له مش دي بنت الرئيس التنفيذي لمجموعه شيان؟ السعر هيكون غالي. بارك بيقول له ما تقلقش هندفع اي مبلغ تطلبه، ولكن هيكون في مشكله واحده وهي عدد الحراس الكبير الموجود لحمايتها. تشوي بيقول له ما تقلقش انا عندي فكره كويسه. بعدها بنشوف تشوي قاعد في ممر ومنتظر وبيقول لنفسه اختطافها هيكون مستحيل بسبب عدد الحراس الكتير. وبنشوف ليه وهو جاي وبيقول لنفسه دي افضل طريقه عشان اقابلها. وبيقعد جنب تشوي وبيكون تفكيرهم واحد وهي اسهل طريقه لتجنب الحراس هي ان تكون واحد منهم. نشوف ليه وهو قاعد في قاعه الانتظار وبيقول لنفسه هو متوتر ربما لان في كتير من الاشخاص البالغين بيقدموا هنا فالجو شكله مختلف. وبعد فتره بيسمعوا صوت حد بيقول لهم هيكون التقييم البدني الاول بمثابه اختبار للقوه ويرجى اختيار الوزن اللي انت عايز ترفعه. بنشوف ليه واقف ولابس لبس الاختبار وماسك تذكره في ايده وبيقول باستخدام التذكره دي الموضوع مش هيكون صعب خالص. وبيقطع التذكره وبتظهر قدامه بوابات السماوات علشان يختار الروح اللي عايزها. وبنشوف اتنين واقفين وباصين عليه واحد منهم بيقول هو ليه الطفل الصغير ده تقدم للاختبارات وبسببه لازم نستنى شويه على ما دورنا يجي. صاحبه بيقول له فقط اتركه والضعيف ده هيفشل فورا وكنت بتمنى ان احنا نكون في نفس المجموعه علشان اقدر احوله لكعكة رز خلال 10 ثواني. ليه بيبص لهم بغضب وبيقول هما ليه بيتكلموا عليا وبيقول انا مش لازم ازعج نفسي بكلامهم وبما ان الاختبار الاول هو رفع الاوزان فانا متهيالي ان الروح دي هتؤدي الغرض. وبيمسك البار وبيقول بامكاني ان اشعر بالقوه وتتدفق بداخلي وبحركه واحده بيرفع الوزن لفوق. وبيسمع صوت المشرف بيقول رقم 21 لي كيونج رفع وزن 80 كيلو وحصل على درجه ايه. الكل بيكونوا مصدومين. الاتنين اللي كانوا بيتريقوا عليه قبل شويه بيقولوا ده مستحيل. ليه بيقول لنفسه حدود قوتي هي 80 كيلو وشكل جسمي ما يقدرش يمارس نفس القوة اللي كانت عند الرياضي ولكن برضه ما تزال قوة كبيرة وحتى لو ده كان الحال فأكيد هيكون كفاية ليهم ومش هيقدروا يتجاهلوني. وبيسمع صوت المشرف بيقول رقم 14 تشوي قام برفع 175 كيلو وحصل على درجة A+. واحد من الموجودين بيقول ده حتى تشوي تقدم للاختبار ده وبيتجمعوا حواليه. ليه لما بيشوفوا بيقول شكل كل اللي تقدموا للحراسة عبارة عن وحوش. وبيسمع المشرف بيقول الاختبار التاني
التاني هيكون معركة ثنائية وهيبدأ في خلال 30 دقيقة، وتقدروا تجهزوا نفسكم خلال الوقت ده. بعدها بنشوف تشوي وهو ماشي وبيبص على المتسابقين، وبيشوف واحد بيتدرب على كيس ملاكمة وواحد تاني بيعمل ضغط بصباع واحد. تشوي بيقول انا مش قادر اشوف حواليا غير شوية ضعفاء وده ممل جدا، وفجأة عينه بتقع على لي اللي بيكون بيتدرب على قطعة خشبية. تشوي بيقول لو افترضنا ان قطعة الخشب دي انسان حقيقي فكل هجماته بتصيب مناطق حيوية خطيرة، وشكله عيل صغير لكن مهاراته جيدة الى حد ما، وهو مختلف عن كل القمامة اللي هنا. وبيبص على بطاقة التعريف اللي على التيشيرت بتاعه وبيقول لي في المجموعة الاولى، وبما اني في المجموعة التانية فانا مش هقاتله، ولكن الاطفال اللي زيه هم اكتر ناس اقدر اتمتع بيهم. وبيروح ناحيته وبيقول له انت يالا، وبيكب على راسه شوية مية وبيقول له انا حسيت ان انت حران فقلت ابردك شوية. شوي بيقول لنفسه ده هيكون كفاية عشان يخليه يغضب، ويلا وريني مدى قوتك. لي بيبتسم وبيقول له شكرا انا فعلا كنت حاسس بالحر. شوي بيقول لنفسه اللقيط ده بيحاول يخفي غضبه لكني حقا اردت ان اقاتله. شوي بعدها بيسيبه وبيمشي. لي بيقول لنفسه هو ليه الحقير ده صب عليا ميه فجأة، وانا لازم اتجنب الاحتكاك مع الناس اللي زيه، وانا مش عايز افشل في ان اصبح حارس امن لاني عملت مشكلة، ولو حاول يستفزني تاني فانا لازم افضل محافظ على هدوئي. وبنروح لتشوي اللي بيكون ماشي في طريقه وبيفكر في طريقة يقاتل بيها ليه، وفجأة عينه بتقع على شخص وبيسمعه بيقول كل هؤلاء الاشخاص في المجموعة به ضعفاء وهم عبارة عن شوية قمامة، وانا هقدر انجح في الاختبار بسهولة. شوي بيروح ناحيته وبيقول له مرحبا ايها الخنزير، انت في المجموعة به صح؟ الواد بيقول له انت بتقول كده لمين يا حشرة، انت مجنون ولا ايه؟ شوي بيقول له لما كنتش خنزير فانت هتكون مجرد خنزير اسود. الواد بيغضب وبيهجم عليه، وبنروح لقاعة النزال وبنشوف المشرف بيبص حواليه وبيقول دلوقتي جه وقت النزال وانا بتساءل هم الكل راحوا فين. وبيقول في الميكروفون هل يوجد اي شخص من المجموعة به هنا؟ والمرشحون من المجموعة به يرجى التوجه لغرفة النزال. وبنرجع لتشوي اللي بيكون قضى عليهم كلهم في غرفة الانتظار وبيتوجه لقاعة النزال، وبيروح ناحية المشرف وبيقول له انا تشوي من المجموعة به، هو احنا هنستنى وقت قد ايه؟ المشرف بيقول له يبدو ان شيئا ما قد حدث، يرجى الانتظار قليلا. تشوي بيبتسم بخبث وبيقول ماشي خد وقتك. المشرف بعد شوية بيقول لهم انا اسف لجعل الكل ينتظر وهنبدأ الاختبار النزال دلوقتي وهيكون 1 ضد 1. ليه بيقول لنفسه اخيرا هيبدأ، وبما اني في مجموعة مختلفة عن المختل ده فالدنيا هتكون تمام. المشرف بيعلن المباراة الاولى وهي لي ضد تشوي، وبيقول نظرا لان كل المرشحين في المجموعة به انسحبوا باستثناء تشوي فاحنا هناخد اشخاص من المجموعة الف واللي انا ناديت عليهم دلوقتي يتقدموا للامام. وبنسمع واحد بيقول لا تخبرني انه تشوي بيوم الذي اعرفه. واحد تاني بيقول هو ده وريث فانيشيوم ملك ايطالي، احنا لازم نشاهد القتال ده. صاحبه بيقول له ولكن هو هيقاتل الضعيف ده، انا براهن ان القتال هيخلص في 10 ثواني. تشوي بعد ما بيسمع كلامهم بيقول لنفسه دول شوية اوغاد مزعجين وهما ما يعرفوش قوة الشخص ده حتى. وفجأة ليه بيسمع تشوي بيقول حسنا سأحقق التوازن في هذا الامر. ليه بيقول له تقصد ايه بكلامك ده؟ تشوي بيقول له هسيبك انت تضربني الاول. واحد من اللي بيتفرجوا بيقول حتى لو ساب له الضربه الاولى فلا يزال الامر جنوني لان فن شيون مول قتالي هو الفن اللي بيقتل الناس. تشوي بيقول له مع ذلك لا يمكنك الاستسلام في الدقيقه اللي بعدها وده اقل حاجه اقدر اقدمها لك. واحد من المتنافسين بيقول بصوت عالي حد يوقف الطفل ده عن القتال لان فن شيون مول قتالي لا يكون بتزويد المستخدم بضربات قويه فقط بل يهاجم هذا الفن نقاط الوغز بالابر في الجسم البشري، وفي اللحظه التي هيتم فيها اصابه نقاط الوغز المحرمه هيتم تدمير حياة الشخص ده، والأمر هيكون أكثر رعب لو تم إصابة النقاط الأربعة الأساسية وضربة واحدة ممكن تقتلك. ليه بيقول لنفسه أنا عارف كل ده ولكن مهما كان الأمر فأنا لازم أقابلها. ليه بيقول لنفسه لم أكن أشعر بهذا في وقت مبكر ولكن دلوقتي وأنا قدامه وأنا فعلا مجنون. وبما أنه تعلم القتال منذ أن كان صغيرا فهو اتعلم إزاي يقاتل بنفسه وبكده هو مختلف عن الباقيين، وأنا ما أقدرش أستخدم قوة الموتى لأقصى حدودها، وأنا فعلا هقدر أتغلب على الوحش ده ولا لا؟ شوي بيقول له أنا بدأت أشعر بالملل ولو ما بدأتش بالهجوم في خلال 10 ثواني فانا اللي هبدأ. وبيبدأ يعد تنازلي وبيقول 10 9 ولكن فجأة ليه بيدوله هجوم واحد وبيوقعه على الارض وبيخليه عاجز عن الحركة مغمى عليه. ليه نفسه بيكون مصدوم وبيقول هو ايه اللي حصل وليه هو غاب عن الوعي بضربة واحدة بس. الحكم بيعلن الفائز وهو ليه، وبيكون ليه استحوذ على روح سو هيوب وهو مؤسس فن شيون مو وهوايته انه يخلي تلاميذه يغمى عليهم بضربة واحدة. وبيجي الدور بعدها على ليه ضد كانج وبيفوز ليه برضه. ليه بيقول
بيقول لنفسه عدد الاشخاص اللي كانوا بينظروا ليا باستحقار قال له، لكن ده خلاهم اكتر حذر مني، وانا ما كنتش اعرف اني هقدر انهي الاختبار بالسهوله دي بعد ما استخدم التذكره. وبنشوف المساعد بارك وهو باصص للي من النافذه وبيقول اللعين ده هو اللي هزم تشوي ووقف خطتي، ده شيء مزعج جدا. وبينتهي الاختبار وبنشوف واحده جايه وبتقول لهم مبروك للجميع على اجتياز اختبار النزال، والاختبار الثالث والنهائي هو ان جميعكم هيخضعوا للفحص المباشر من قبل الرئيس نفسه، وهيتم منحك قطعه من الورق و10 دقايق عشان تجهز، والمقابله هتستمر لمده 15 دقيقه. وبينتظروا كلهم في قاعه الانتظار، وبيبداوا واحد ورا التاني يدخلوا لمقابله الزعيم. واحد من القاعدين بيسال ليه وبيقول له هو انت اللي هزمت تشوي؟ ليه بيقول له ايوه. الشخص ده بيقول له انت عارف اللي انت هتتسال عنه؟ ليه بيقول له لا ما اعرفش. بيرد وبيقول له انت بتتصرف بلا اهتمام حتى وانت مش عارف اي حاجه، وانا فكرت انك عندك شويه معلومات لما لقيتك بتتصرف بالاسلوب ده. ليه بيقول له لا. وانا اقدر اخمن قد ايه الاسئله صعبه من تعبيرات المرشحين اللي بيخرجوا من غرفه المقابله، ولا يبدو ان اي شخص يخرج منها سعيدا. الشخص بيقول له بسبب ذلك هناك بعض الاشخاص اللي بيتوتروا جدا وقت اجراء اي مقابله، ولكن منذ ان تم توفير مدفوعات الاحتراف لينا فاحنا هنحصل على اموال اكتر. ليه بيقول له هم كانوا هيدفعوا لنا راتب كمان. الشخص بيتصدم من كلامه وبيقول له انت كمان مش عارف ده انت جيت منين، وانت شكلك بتتعامل مع الموضوع ده على انه شيء سهل، وفي مئات والاف الاشخاص زيك فشلوا لانهم ما اجروش اي بحث مسبق، وكل اللي هنا بيخاطر بحياته عشان يعدي من الاختبار. ليه بيرد ببرود وبيقول له ماشي، وانا عارف انها تكون مقابله صعبه للغايه وشكرا لاهتمامك. وبيكون سبب هدوءه ده انه هو استحوذ على روح روبرت ستيوارت وهو حارس امن امريكي محترف. وبنروح لقاعه الاجتماع وبنشوف الرئيس وحارس كمان قاعدين. الرئيس بيقول كيف يمكن الا يكون هناك من هو جيد للمهمه، وقول لي هو رقم تشوي بيوم. المساعد بيتلعثم في الكلام وفجاه بيسمعوا صوت المشرف بيقول السيد الرئيس انا هدخل دلوقتي المرشح رقم 21. الرئيس بيقول له بما ان مفيش وقت فخليه يدخل بسرعه. ليه بيخش وبيقول لهم اهلا. الرئيس بيقول لنفسه جسم نحيل وصغير وملامحه ملامح طفل، وبس من خلال مظهرك تم خصم نقاط منك. الحارس بيقول له تفضل بالجلوس. الرئيس بيقول لنفسه مش مهم كل ده لان من الواضح انك مش هتنجح، وبيقول انا اسف ليك، ولكن لما بيمسك ملف المعلومات بتاعه بيقول لنفسه هل تبدو كانك قزم لانك لابس زي الحارس، ومش هو المفروض يكون الاختبار الكتابي صعب. وبيقول يا رقم 21 ليك يونج درجاتك مذهله فعلا حتى عندما يعتبر ان يكون اختبار حارس الامن صعب. ليه بيقول لنفسه هو يقصد الاختبار الكتابي لان اكيد لازم احصل على الدرجه الكامله. وبيكون مستحوذ على روح دونج هو وهو مسؤول الامن الرئيسي في تشوانج داي. تاي بيقول لنفسه اتضح ان في شخص موهوب غير تشوي بيوم. الحارس بيقول له يا سيد الرئيس. تاي بيقول له عايز ايه. الحارس بيقرب عليه وبيقول له بصوت واطي اللي انا كنت عايز اقوله لك ان الشخص اللي هزم تشوي بيوم هو ليك يونج. تاي بيقول له يعني المرشح الصغير ده هو اللي هزمه انت متاكد؟ الحارس بيقول له ايوه وانا اتاكدت من ده عن طريق كاميرات المراقبه. تاي بيقول لي ليه انا اسف ان حكمت عليك من مظهرك، وانا ما كنتش عارف انك شخص قوي للدرجه دي، وزي ما قلنا في اشعار التعيين هذا لا يشبه وظيفه حارس الامن العادي وممكن تواجه حالات تهدد حياتك. وقول لي بعد ما عرفت كل ده انت لسه موافق على العمل والمخاطره بحياتك؟ ليه بيقول له ايوه وانا ما بخافش من اي حاجه وهبذل كل جهدي لحمايه ما يجب حمايته. تاي بيقول له اذا كان كده، وفجاه بيقطع كلامهم المساعد بارك وبيقول سيد الرئيس في حاجه عايز اقول لك عليها. وبيدخل وبيقول له انا اسف على مقاطعتك ولكن في شيء مهم لازم اقول لك عليه بخصوص المرشح رقم 21. وبيقول له من ساعه ما الشخص ده هزم تشوي بيوم انا قمت ببعض التحقيقات عنه، ويبدو ان كل المعلومات اللي كتبها عنه زي عمره ومكان سكنه مصطنعه. الرئيس بيقول له تقصد ايه؟ بارك بيقول له زي ما قلت لك، وهو كتب ان عمره 24 ولكن عمره الحقيقي هو 17. الرئيس تاي بيقول له يعني كده هو في نفس سن هانيون. تاي بيقول له كمان انا بعتقد انه غش في الاختبار الكتابي زي ما غش في عمره، وممكن يكون في احتمال انه غش في باقي الاختبارات. تاي بيقول لي ليه انا عايز اتاكد من شويه حاجات وهسالك كام سؤال، موافق؟ ليه بيقول له ايوه. تاي بيقول له ستعرف جميع اجاباتي لو لم تغش اثناء الاختبارات. ليه بيقول له اكيد، وبيقول لنفسه لو كان سؤال بيتعلق بحراسه الامن فانا هجاوبه بكل سهوله. تاي بيقول له قول لي بقى ايه هما الهدفين الاكثر اهميه للحارس. ليه بيقول له بتقول ايه؟ تاي بيعيد السؤال تاني لكن ليه بيفضل ساكت. ليه بيقول لنفسه وهو متوتر انا مهما فكرت مفيش اي اجابه في عقلي، ولكن وقت الاختبار الكتابي كنت قادر اجاوب على كل الاسئله. تاي بيقول له خليني اسالك كام سؤال غيره. قول لي ما هو سبب ارسال استبيان تمهيدي بشان اختيار موظفي الوكاله للعميل، ولماذا من المهم بالنسبه الى حراس الامن التمسك بالبروتوكول المنفذ والمبادئ التوجيهيه؟ ليه ما بيجاوبش؟ تاي بيقول له طب قول لي يعني ايه استبيان مسبق. ليه بيفضل ساكت وما بيجاوبش؟ تاي بيقول
بيقول له ده شيء لازم تكون عارفه بما انك اجريت الاختبار الثالث وانت حتى مش عارف المصطلحات الاساسيه لحراس الامن. انت هتهزر معايا؟ وقول لي انت ازاي قدرت تسجل 100 نقطه في الاختبار؟ ليه بيتوتر وبيقول لنفسه ده صحيح لاني استخدمت مهارات حارس امن كوري وقتها، والروح دي ما عندهاش معرفه بدوله اجنبيه. تاي بيقول له يبقى انت اكيد غشيت في الاختبار. ليه بيقول له لا ما غشيتش. تاي بيقول له ازاي ما غشيتش وكل الاسئله اللي انا سهلتها لك هي نفس الاسئله اللي انت مجاوب عليها في ورقه الاختبار، فايه هو سبب عدم قدرتك على اجابتها؟ ليه بيتوتر اكتر وبيقول لنفسه مفيش اي طريقه اوضح بيها الامر، ولو فشلت هنا فانا مش هقدر اشوفها، ولو حاولت بطريقه تانية فهيكون مستحيل بسبب عدد الحراس اللي موجودين حواليها، وانا هعمل ايه دلوقتي؟ وبيسمع تاي بيقول له حسنا لا يوجد اي شيء اخر لا اسمعه منك، وبغض النظر عن مدى مهاراتك لدرجه ضربه شوي بيوم كان زماني موافق على انضمامك لولا وجود اشياء كتيره خلتنا اشك فيك، وانت مفكر اني هامن بيك واخليك حارس لبنتي وانت كل شيء عنك مزيف، وبسبب كده المرشحين اللي هويتهم غير واضحه مش هيتم ابدا قبولهم كحراس شخصيين، وانا اسف وتقدر تمشي دلوقتي. ليه بيقوم عشان يمشي وبيقف قدام الباب وهو زعلان وبيقول لنفسه انا فشلت وانا مش قادر اتقبل الموضوع، وفي حاجات كتير كنت عايز اسمعها وحاجات كتير كنت عايز اقولها، وانا اسف ان ده هياخد وقت طويل يا امي. وفجاه هان يوم بتفتح الباب وبتخبط ليه في راسه وبتروح ناحيه تاي وبتقول له لماذا قمت بقفل الخط في وجهي؟ وانا مش قلت لك تطرد كل الحراس كهديه لعيد ميلادي؟ الرئيس تاي بيقول لها مش هينفع نتكلم دلوقتي لان في منتصف اجتماع. هان يوم بتقول له انا مش شايفه اي شخص موجود، ولما بتبص وراها بتشوف ليه بيقول لها اهلا. هان يوم بتقول لنفسها هو ليه بينزف وايه اللي جابه هنا؟ يوم بتكلم ابوها تاني وبتقول له ده مش موضوعنا دلوقتي، وانا لا يمكنني الخروج الا مره واحده في الاسبوع، وحتى الحراس الامن بيجوا ورايا للحمام وبيفحصوا اوضتي دايما عشان يتاكدوا اذا كنت موجوده ولا لا، ولما بخرج المره المتاحه ليا الناس بتتجنبني بسبب الحراس، وانا كمان مش قادره اروح للمدرسه واكون اصدقاء. انت عارف مدى صعوبة كل ده عليا. تاي بيقول انا فاهم كل ده ولكن لما اقول لا يعني لا، ويلا ارجعي للبيت قبل ما اغضب. المساعد بيقول لي ليه تقدر تمشي انت؟ ليه بيقول له حاضر. هان يوم بتقول لابوها انا قلت لك 100 مرة اني بكره حراس الامن وانت ليه بتتجاهل كلامي في كل مرة؟ ولكن ابوها بيفضل على قراره. هان يوم بتقول له ماشي وبتنادي على ليه وبتقول له استنى، وبتقول لابوها انا اختاره هو، وبعدها بنروح للقصر وبنشوف ليه والخدامة بتاخده لاوضته وبتقول له هما ماشيين انت بقى الحارس الجديد؟ ليه بيقول لها ايوه. بتقول له انت شكلك لسه شاب وكل حراس الامن اللي هنا في الثلاثينات من عمرهم، انت كام عمرك؟ هو انت في العشرينات؟ ليه بيقول لها لا عمري 17 سنة بس. ليه بيسمع هان يوم بتنادي عليه وبتشاور له، ليه بيسلم عليها. البنت بتقول لنفسها الحصول على الحارس الضعيف ده اكتمل. بعدها ليه بيدخل لاوضته وبيقول البيت ده فعلا فخم وانا مش لازم اروح للمدرسة تاني واقدر ادور على امي براحتي، وانا كنت مفكر اني هفشل ولكن تم قبولي بالصدفة. وبنرجع لمقر الشركة وتحديدا مكتب الرئيس وبنشوف المساعد بارك واقف معاه وبيقول له سيدي لا يهم كيف انظر للامر الذي طلبته السيدة الشابة ولكن هيفسد الامر، ومن الخطير استئجار شخص كان بيكذب بخصوص عمره وكمان كفاءته مشكوك فيها. تاي بيقول له لي كيونج هو طالب وعمره 17 سنة وترك المدرسة بصرف النظر عن حقيقة انه هزم تشوي بيوم بضربة واحدة فما فيش اي شيء مريب بشأنه وهو مجرد طفل عادي. بارك بيقول له هو في سبب معين خلاك تعينه؟ تاي بيقول له تم اختطاف يوم مرتين وتم الابلاغ عن 27 مرة كان بيتم تتبعها من قبل اشخاص مشتبه بيهم وكلهم ما كانوش اشخاص عاديين وكانوا منتبهين جدا ولما كانوا بيشعروا باي حركة كانوا بيهربوا فورا. بارك بيقول له اذا ماذا عن هذا الطفل؟ تاي بيقول له حارس امن في عمر هانيون، فما فيش اي حد في الخارج هيفكر انه حارس امن لما يشوفه، وده هيخلي الاشخاص دول يفكروا ان الدنيا امان ويقربوا منها. وانا ما كنتش عايز استخدم الطريقه دي واخلي هانيون في خطر ولكن لازم اقبض على الاوغاد دول واقضي عليهم. وبنرجع للي اللي بيكون بيفتح غرف القصر وبيقول هي مش هنا برضه، بيبدا يتحرك في البيت وبيقول بما ان البيت ده كبير فالعثور عليها صعب لدرجه ان نسيت عدد الاوض اللي دورت فيها. وفجاه بيلاقيها معديه وبينادي عليها ولكن في حارس بيوقفه وبيقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول له بدور على يون. الحارس بيقول له اسمها السيده الشابه مفهوم؟ ليه بيقول له انا اسف بس انا كنت عايز احيي السيده الشابه. الحارس بيقول له انت مفكر نفسك مين؟ ومجند جديد هويته مش واضحه لا يمكن ان يكون قريبا من السيده الشابه وانا هبدا اديك شويه دروس في الاخلاق فتعالى ورايا يلا. ليه بيقول لنفسه هو ليه مخيف كده وهو يقصد ايه بالتربيه الاخلاقيه، وبيروح معاه لغرفه الحراس وبيقابل حارس اسمه كانج مان وهو قائد الفريق الثاني وتخصصه رفع الاثقال بوزن 220 كيلو. كانج بيقول له انت بقى هو حارس الامن الجديد؟ ليه بيقول له ايوه وبيقول لنفسه لماذا اشعر وكانني اموت من تلقي هذه التربيه الاخلاقيه. ليه بيمد ايده عشان يسلم عليه لكن كانج بيحضنه بقوه وبيقول له دي هي الطريقه التي يجب على الرجال ان يصافحوا بعضهم بها وانا اتشرفت بمعرفتك. كانج بيقول انظر يا سيوك ده صغير جدا وضعيف. سيوك بيقول له يا كانج لا تلتصق بهذا الطفل وهو مش هنا عشان يحيينا، وبيقول له انت يالا انا لسه مش شايف انك شخص كفء بما يكفي عشان تكون حارس الامن الجديد وقد تم
تم قبولك لان الاداره العليا امرت بكده، وانا لسه مش فاهم هم ليه اختاروا طفل زيك لحاجه زي دي. واذا كنت تريد ان ينظر اليك على قدم المساواه مع حراس الامن التانيين فاحرص على اظهار مهاراتك، ولو كنت فاكر ان المهنه دي مجرد تسليه فهيكون من الافضل ليك تستقيل من دلوقتي. وبنعرف ان ده هو جو سيوك، وهو قائد الفرقه الاولى ومتخصص في الكيندو، وبيبص للشخص الثالث وبيقول له اليس كذلك يا شاين؟ وبعدها بيبص للي وبيقول له هل ترى هناك 3 اشخاص يتشاركون نفس الراي؟ كانج بيحط ايده على راس لي وبيقول يا سيوك مش لازم تتكلم معاه بالقسوه دي. لي بيقول لنفسه ده شكله شخص لطيف، لكن كانج بيكمل كلامه وبيقول لو لم يستطع الاستماع جيدا فهيكون لازم علينا نعلمه جسديا. سيوك بيقول له انا بحذرك مش لازم تعمل كده. سيوك بينادي على لي وبيقول له خد ده يا مبتدئ انت، وبيديله قلم وبيقول له القلم ده بيحتوي على ميزه تتبع الموقع، وكل حراس الامن بيمتلكوا واحد زيه، ولازم تخلي الشيء ده معاك دايما علشان نقدر نعرف مكانك لو حصل اي حاجه. لي بيقول له شكرا، وكان عندي سؤال وهو امتى اقدر اقابل السيده الشابه؟ سيوك بيقول له انت ليه بتستمر في محاوله القيام بمثل هذه الاشياء الغير مفيده؟ ولن يسمح لك بالتحرك الا لما تتلقى اذن بكده، ولمده شهر واحد على الاقل هتكون تحت المراقبه. لي بيقول له ماشي، وفجاه بيسمعوا الباب بيخبط جامد. سيوك بيقول مين المزعج اللي بيخبط على الباب في وقت زي ده؟ لي بيقول لنفسه الجو المتوتر ده انا حتى خايف اتكلم. وبيسمعوا حد بيقول انا هخرج من هنا. لي بيقول دي هانيون، وانا كنت مفكر ان الوضع هيبقى اسهل لما بقى حارس الامن، ولكن الوضع بقى اصعب من الاول. وبنشوف هانيون وسيوك بيقول لها بس يا سيدتي الرئيس اصر على، ولكن هانيون بتقطع كلامه وبتقول له ماليش دعوه انا عايز اروح الملاهي. وبنشوف المساعد بارك بيقطع صوره تشوي بيوم وبيقول ده طلع مجرد لعين عديم الفايده، ولقد تمكنت من تلبيه رغبات الشخص ده، ولكن بسبب تصرفه الغبي ده كل حاجه باظت. وفجاه بيجيله تليفون، الشخص اللي بيكلمه بيقول له اذا ما هي النتيجه الان؟ بارك بيقول له انا اسف لقد فشل، وهذه المره هناك شخص واحد غير معروف قام بالقضاء على العميل بضربه واحده، ولكن المره دي حصلنا على اشخاص موثوقين في وضع الاستعداد، وبالتاكيد انا مش هخيب ظنك. الشخص اللي بيكلمه بيقول له بالنسبه للوقت؟ بارك بيقول له هنبدا حالا. الشخص بيقول له انا متشوق لكده. وبعدها بنشوف ليه واقف في الحديقه وماسك تذكره وبيقطعها وبتظهر قدامه بوابه السماوات، ولكنه لما بيقرب الاجزاء المقطوعه بترجع التذكره سليمه وبتختفي بوابه السماوات. وبيقول لنفسه شكلي لو ما اخترتش اي شخص حتى لو مزقت التذكره فهي هترجع تاني لوضعها الطبيعي. وبالتفكير في ذلك الروح السابقه لم تكن تعرف اللغه الكوريه، وشكل التذكره مش متعدده الاستخدامات زي ما كنت فاكر، وانا لازم اجرب كام حاجه. وبنشوف ليه مغمض عينه وبيقول لنفسه في اتجاه الساعه 9 تقريبا 500 متر، وبيفتح عينه وبيلاقي التذكره وبيقول انا اقدر الاقي التذكره بمجرد ما افكر فيها. وبيقول خليني اكتب الحاجات اللي عرفتها، وبيقعد على السلم وبيطلع نوتة صغيره مكتوب فيها شويه قواعد، وبيضيف ليهم القاعده رقم 7، وبتكون القواعد كالتالي: القاعده رقم 1 باقي 93 تذكره، والقاعده رقم 2 لا يمكن تحديد الروح مرتين، والقاعده 3 فاضل 345 يوم، والقاعده 4 لا يتلقى المستخدم 100% من قوه الروح، والقاعده 5 يصعب استخدام ارواح الاجانب، والقاعده 6 التذاكر تجدد نفسها اذا لم يتم اختيار روح، والقاعده 7 هي ان يمكن للمستخدم التذكره معرفه مكانها، والقاعده 8 التذاكر مملوكه من قبل حاصده الارواح سيرة. ليه بيقول خلينا اجرب تاني وبيكور تذكره وبيحدفها بعيد. وبنشوف هانيون اللي واقفه في البلكونه وشايفه ليه، وبتقول لنفسها هو الهبل ده بيعمل ايه؟ ده مغمض عينه وماشي زي المجنون. وبتقول انا لا استطيع ان اصدق اني بشوف الهبل ده، وفي ارواح كتير محتاجه مساعده ومفيش اي طريقه اقدر اخرج بيها من هنا. وبتجيلها فكره وبتبص على ليه وبتقول انا اقدر استخدمه. وبتروح للحارس سيوك اللي بيكون قاعد بيقرا كتاب وبتقول له ايها العم سيوك انا لدي صداع وعايز انزل اتمشى شويه. وبينزل معاها وهما ماشيين بيقول لها ايتها السيده الشابه هل تشعرين بتحسن الان؟ هام بتقول له لا انا عايز اتمشى شويه كمان. ليه لما بيشوفها بيقول لها انا سعيد اني شفتك، وبيمد ايده عشان يسلم عليها، ولكن الحارس سيوك بيمد ايده وبيقلبه على الارض وبيقول له لا تقترب من السيده الشابه. هانيون بتقف قدام ليه وبتقول لسيوك توقف انت بتعمل ايه؟ سيوك بيقول لها وهو متوتر بس انا لسه ما وافقتش عليه. هانيون بتقول له ليه هو صديقي من 10 سنين وبطل تتصرف معاه بوقاحه. ليه بيقول لها بس انا مش فاكر ان احنا نعرف، ولكن هام بتقطع كلامه وبتحضنه وبتقول له ده عدى وقت طويل من ساعه لما كنا في الحضانه. سيوك بيقول انا اسف انا ما كنتش اعرف انك كنت صديق السيده الشابه. هان بتقول له عدى وقت طويل من اخر مره اتقابلنا فيها وعندنا مواضيع كتير نتكلم فيها، وانا هروح معاه في نزهه على الاقدام وهرجع بعد نص ساعه. سيوك بيقول لها انا اسف ده غير ممكن ولازم حارس امن يكون معاكي. هان بتقول له بس ليه صديقي وخلينا اخد جوله معاه. سيوك بيقول لها يبقى هضطر اجي معاكوا علشان سلامتك. هان بتقول له ليه انت مزعج كده؟ انت عايز تسمع كلامنا الشخصي وانت بتعتقد انك هتكون احسن لما تكتشف كل امورنا الشخصيه، ولو كنت بتفهم عقل المراه فانت ما كنتش هتعمل كده. سيوك بيقول لها ماشي وانا هسمح ب 20 دقيقه بس. وبعدها بنشوف هانيون ماشيه وليه ماشي وراها. ليه بيقول لنفسه اتضح انها ما بتكرهنيش
بتعانيش وده شيء جيد، ولكن في نفس الوقت هانيون بتكون بتفكر في طريقة تتخلص منه، وبتقول لنفسها رغم انه ضعيف لكنه مش غبي، وانا بس محتاجة استناه يقلل من حذره. وبتقول انا ممكن استخدم جمالي عليه، ولكن ليه بيقطع تفكيرها وبيقول لها يا سيدتي الشابة ليه كذبتي وانا مش متذكر ان احنا نعرف بعض. هان بتقول له ايوه انا كذبت. ليه بيقول لها ليه؟ هان بتقول له لاني كنت محتاجة ابقى لوحدي معاك. ليه بيقول لها بس انا مش مهتم، وبالمناسبة لماذا يوجد هذا العدد الكبير من الحراس؟ هان بتقول لنفسها الطريقة دي ما نفعتش وانا هعمل ايه دلوقتي، وهضطر استنى شوية قبل ما استخدم البخاخ عليه. ليه بيقول لها انت مش من المشاهير فليه في العدد الكبير ده من الحراس؟ هان بتقول له انا ما قلتش لحد قبل كده ومش واجب عليا ان اقول لك الحقيقة، ولكني هقول لك لانك شخص مميز بالنسبة ليا، وانا كنت ضعيفة جسديا من وقت ما كنت صغيرة، ولكن دلوقتي انا استعدت كل صحتي، ولكني فقدت معظم ذكرياتي عن طفولتي. وانت اكيد سمعت عن القاتل اللي بيتبعني. ليه بيقول لها ايوه سمعت عنه. هان بتقول له انا بعتقد انهم بيتتبعوني بسبب ذكرياتي لاني تذكرت شيء مهم، ولكن هان بتكون بتكذب عليه وهي مش عارفة اي حاجة اصلا. وبتقول له انا شعرت بشعور غريب في اللحظة اللي انقذتني فيها، وهي كوني اميرة في خطر وانت الامير اللي هينقذني. وبتقول لنفسها انا محرجة جدا وبتمنى يقع في الفخ. ليه بيقول لها وهو محرج انا مش امير انا مجرد حارس. لكن هان بتبتعد عنه وبتقول انا ارى. ليه بيقول لها مالك. هان بتقول له مفيش اي حاجة. ليه بيقول لنفسه هل يجب ان اخبرها اني ببحث عن امي. هان بتسيبه وبتمشي وبتقول لنفسها جمالي بيساوي ملايين الدولارات ولكنه ما وقعش في فخي. ولكن وهي ماشيه بتتكعبل وبتقع لكن ليه بيلحقها. ليه بيقول لها انت كويسه. هان بتبعد عنه وبتقول له ايوه وانت ساعدتني مجددا. ليه بيقول لها لا عليكي ده عملي وانا الحارس بتاعك. هان بتقول له انا عايز اشكرك على مساعدتي طوال الوقت. هل يمكنك اغلاق عينك. ليه بيقول لها ليه لازم اغلق عيني. هان بتقول له فقط ابقى عينيك مغلقتين وانا عايز اشكرك فما تفهمش غلط. ليه بيغمض عينه وبيقول لنفسه هي عايزه تبوسني ولا ايه. ولكن البنت بترش عليه بخاخ وبتقول له دي هديتك وبيغمى عليه. هان بتقول له انا اسفه وكل حاجه انا قلتها لك كانت كذب وبتمشي بعيد. وبنشوف شخص بيتكلم في التليفون وبيقول انا لا اهتم بعدد حراس الامن الموجودين احنا جاهزين دايما ويديني الاشاره واحنا هنبدا واسم الهدف هو هانيون. وبنرجع لليه اللي بيكون نايم على الارض وفجاه بنشوف الحارس سيوك بيرفعه وبيضربه بالقلم. ليه بيصحى وبيقول له في ايه. سيوك بيقول له اين هي السيده الشابه. ليه بيقول له هي وبيفتكر اللي حصل وبيقول له اللعنه لقد رشتني بغاز منوم وهربت. سيوك بيقول له ايه وبيمسك جهاز اللاسلكي وبيقول لقد مرت 20 دقيقه منذ ان هربت السيده الشابه. هنا سيوك اكرر لقد هربت السيده الشابه. ليه بيقول لنفسه كل ده حصل بسببي. وبنشوف كل الحراس هم بيدوروا عليها. واحد منهم بيبلغ سيوك وبيقول له سيدي انا بعتقد ان السيده الشابه هربت من خلال ثقب في الجدار. سيوك بيقول لهم تفعيل حاله الطوارئ والكل يجتمع في الحديقه. بيكون في واحد بيراقبهم وبيبعت رساله للمساعد بارك مكتوب فيها هربت هانيون بعيدا عن المنزل وتركت كل الحراس. وبنشوف بعدها كل الحراس مجتمعين في الحديقه. ليه بيقول لنفسه كل دول حراس. سيوك بيقول لهم السيده الشابه هربت مره تانية بسبب الاهمال وهي هربت منذ 20 ل 30 دقيقه وانا عايزكم تدوروا في كل الاماكن اللي السيده الشابه كانت بتقول انها عايزه تزورها وهيتم تعيين كل قائد فريق في المنطقه وده كل حاجه ويلا انتشروا. الكل بيقول له حاضر وبيبداوا يتحركوا. ليه بيروح ناحيته بيقول له اعذرني وبما اني المسؤول عن اللي حصل هل يمكنني المساعده في البحث. سيوك بيقول له انت قلت انك عضو جديد مش كده وانا ارتكبت خطأ لما وثقت فيك وخليك عارف ان لو اي حاجه حصلت للسيده الشابه فانت ميت. وبيتكلم في اللاسلكي وبيقول تحقق في اي مكان من البوابه الاماميه للمدينه ولازم تركزوا لانها ممكن تكون مستخبيه في اي مكان. بعدها بنشوف ليه وهو قاعد وبيلوم نفسه وبيقول انا عايز اساعدهم بما انها غلطتي ولكني مش عارف اي شيء عن اللي بيحصل هنا ولو رحت ابحث عنها فانا هزعجهم وانا فعلا ارتكبت خطأ كبير وايه هي فايده امتلاك القدره دي وانا بواجه مشاكل من ساعه ما حصلت عليها. وفجاه بتجيله فكره وبيقول انا اقدر اعملها. وبنروح لمبنى تاني وبنشوف شخصين بيواجهوا بعض. الشخص اللي لابس ازرق بيهزم التاني بحركه واحده وبيقول للي معاه اللي بعده. الواد بيكون واقف مرعوب وبيقول يا سيدي انا بترجاك اديني فرصه تانية لكنه ما بيردش عليه وبيرميه على الارض وايده بتتكسر. الواد بيفضل يصرخ. الشخص ده بيقول له توقف عن الصراخ والا رميتك مره كمان. وبتجيله مكالمه بتقول له الهدف قد غادر المنزل ولكن الواد بيفضل يصرخ فبيديله بالرجل وبيغمى عليه. وبيقول للي بيكلمه كمل اللي كنت بتقوله. بيكون اللي بيكلمه هو المساعد بارك وبيقول له لقد ابتعدت عن المنزل منذ 30 دقيقه وخلي رجالتك مستعدين. الشخص بيقول له هي فين. بارك بيقول له اول ما اعرف مكانها هقول لك وبيقفل الخط. الشخص ده بيقول للي معاه يا رجال استعدوا للتحرك. وبنرجع للسيوك اللي بيكون متابع الوضع وبيسال الحراس وبيقول لهم لقيتوها. الحارس بيقول له لا دورنا في المطعم والمنتزه ومفيش اي اثر ليها. سيوك بيقول له كمل بحث.
سيوك بعدها بيقول لنفسه هي راحت فين؟ احنا دورنا في نص الاماكن، وعلى عكس المره التانيه فعدد اللي بيدوروا عليها اكبر، ولكن من الخطر انها تكون لوحدها لمده ساعه او اتنين. ولكن الرئيس قال لي ان اتكتم على خبر هروبها، ولكن مفيش اي خيار تاني قدامي ولازم اقول قبل ما حاجه تحصل لها. وبيتكلم في اللاسلكي وبيقول انتشروا وابحثوا في كل مكان وراجعوا الاماكن تاني. وبنشوف شخص بيستمع لكلامهم وكمان بيراقب كاميرات المراقبه وبيلاقيها. وبنرجع للحارس سيوك اللي بيقول لنفسه انا لازم الاقيها في اسرع وقت، واحنا شفنا كل الاماكن، هي هتكون راحت فين يعني؟ وبيسمع حارس بيقول له احنا تفقدنا كل الاماكن وبرضه مش لاقيينها. سيوك بيقول عدى 3 ساعات من وقت هروبها والوضع هيصبح خطير لو ما لقيناهاش، وانا بتمنى انها تكون بخير. وبيفكر انها ماتت لكنه بيضرب نفسه بالقلم وبيقول لا، وخليني ما افكرش في حاجه زي دي. وفجاه بيجيله اشعار على التليفون باستلام صوره، ولما بيشوفها ملامح وشه كلها بتتغير، وبيكون الشخص الغامض اللي بعتها هو ليه، وبيكون مستحوذ على روح ايرنست وهو ضابط الامن السيبراني في مكتب التحقيقات الفيدراليه. وبيقول لنفسه انا اقدر اساعدهم عن طريق تقديم الدعم ليهم من هنا. وبنرجع لسيوك وبيقول لنفسه الصوره من كاميرات المراقبه وهو مين اللي ارسلها، وشكله واحد من الحراس، بس مش مهم هو مين دلوقتي، والمهم هو ايجاد السيده الشابه باسرع وقت. وبيستخدم اللاسلكي وبيبلغ الكل وبيقول وصل لنا بعض المعلومات والسيده الشابه موجوده في منتزه السماء. بارك بيبلغ الاشخاص بمكانها والكل بيبداوا يتحركوا لهناك. وبنروح لهان اللي بتكون قاعده وماسكه عصفوره في ايديها وبتقول لها ربما لا تعلمي لكن روح امك موجوده هنا وهي قلقانه عليكي. وبتقول انا عملت خير دلوقتي وجي الوقت عشان اكافئ نفسي واكل مثلجات تاني. وبيكون الخبر وصل للرئيس تاي بيقول لهم اعملوا اي حاجه، ولو حصل اي حاجه لهانيون فانا مش هغفر لاي حد فيكم. بعدها بنشوف الحارس سيوك عالق في ازمه مرور وبيكلم الباقيين، لكن المجموعه التانيه بتقول له في حادث عند مفترق الطرق واحنا كمان عالقين في ازمه المرور، وكذلك المجموعه الثالثه والرابعه والخامسه. وفجاه بيعدي شخص سريع جدا وبيكون ليه استحوذ على روح شخص وبيركض على لوح تزلج بسرعه كبيره جدا. وبنروح للعربيه اللي فيها الخاطفين وبنشوف شخص قاعد وبيقول لنفسه ده هيقودني للجنون وانا انضميت بس علشان الفلوس وانا المفروض ما كنتش اوافق. وبنرجع لمكتب الرئيس تاي وهو بيكلم الحراس في التليفون ومتعصب جدا وبيقول انتم يا رفاق ما زال لديكم طريق طويل للذهاب. الحارس بيقول له ايوه يا سيدي واحنا بنعتذر. وفجاه بتجيله رساله على التليفون وبيكون فيها صوره لهانيون واتنين ماشيين وراها وبيأمرهم بتفقد كل انظمه المراقبه. ليه لما بيسمع الامر ده بيقول كويس جدا، استطيع الاعتماد عليهم وملاحقه الخاطفين. وبنشوف حراس بيراجعوا كاميرات الامن. واحد بيقول يا سيدي لقد وجدتها وهي اتخطفت من حديقه السماء من 5 دقائق، وبالحكم على موقعهم هم دلوقتي قريبين من المتجر متعدد الاقسام. الرئيس تاي لما بيسمع الخبر بيمسك مضرب الجولف بتاعه وبيقول لهم جهزوا سيارتي دلوقتي وانا هروح اقتل الحمقى دول. الحارس بيقول له توقف يا سيدي. تاي بيقول له لا سيبنا نروح. الحارس بيقول بترجاك يا سيدي سيب الموضوع ده للحراس. تاي بيزعق وبيقول له ماذا يفعل الحراس؟ بيقول له عالقين في ازمه المرور بسبب حادث. تاي بيغضب وبيقول له لا مزيد من الاعذار وبيحطم اساس المكتب وبيقول لهم توقف عن اخباري باعذار تافهه ورجع هانيون ليا. وبنرجع لسيوك اللي بيخرج من السياره. الحارس اللي معاه بيقول له انت رايح فين يا سيدي؟ والامر هيستغرق 40 دقيقه عشان نوصل لمكانهم، لكن سيوك بيسيبه وبيبدا يجري وبيقول لنفسه حادث السياره ده استحاله يكون صدفه. وبيظهر قدامه كانج وشايان وهم بيقودوا دراجات ناريه. شايان بيشاور له على معرض تاجير دراجات ناريه. وبنرجع للرئيس تاي وهو في غرفه المراقبه. الحارس بيقول له يا سيدي احنا بنتتبع اثار المجرمين بجانب كانج وشايان. تاي بيقول له هات لون السياره ورقم اللوحه بتاعتها بسرعه. وفعلا بيبلغ كانج وبيقول له قائد الفريق كانج المختطفين في عربيه بيضاء ورقم اللوحه هو اكس سي 64 وعدوا من جنب متجر الاقسام عند مفترق الطرق من 10 دقائق. وهبلغكم الباقي بعد ما راجع بقيه كاميرات المراقبه. وبنشوف ليه وهو واقف بجوار محطه بنزين وبيراقب الخاطفين. واحد من الخاطفين بيكون بيشرب سيجاره وبيضرب واحد من اللي معاهم اللي بيملى التانك على قفاه وبيقول له انجز. وبيظهر عامل البنزينه وبيقول السيد مع السيجاره توقف، ويا سيدي دي محطه بنزين انت مجنون والتدخين هنا خطير فارجوك اطفيها. الواد بيرميها على الارض وبيطفيها وبيقول عندك حق، ولكن فجاه بيديله بالبوكس وبيضربه بالرجل بعدها وبيقول له انا عارف انه ممنوع التدخين بس انت عامل دوشه ليه؟ الواد التاني بيقول له اخي احنا ممكن نقع في مشاكل فيلا نمشي. بيرد وبيقول له انا مش قلت لك لو اتكلمت تاني هقتلك؟ بيقول له حتى لو اتصل على الشرطه فانا مش خايف. وبيدوس برجله على العامل وبيقول له بص لنفسك ما عندكش ولا مال ولا قوه. وبنرجع لليل اللي بيكون قرب من العربيه وهم مشغولين وبيقول لنفسه بما ان كان في 3 اشخاص في السياره فمجموعهم هو 5. وبيبص بيلاقي هانيون مغمى عليها ومتكتفه. وبنرجع للواد اللي بيقول له صاحبه ما تنساش انك بتجني المال بسبب، لكن ليه بيتدخل وبيقول له لا انت بتجني المال باختطافك لفتاه صغيره وانا جيت عشان ارجع هانيون. الواد بيقول له وانت مين بقى؟ ليه بيقول انا اللي هقضي عليكم واسلمكم للشرطه وبيمسك تذكره وبيقطعها، ولكن مفيش اي حاجه بتحصل. ليه بيقول لنفسه ايه اللي حصل وانا مزقت البطاقه لكن ليه مش عارف اختار اي روح من بوابه السماوات. وبيرجع البطاقه لحالتها تاني وبيكتشف انه ما يقدرش يختار اي روح تانيه وهو بيستخدم روح غيرها. الخاطف بيقرب منه وبيقول له هانيون انت تعرفها منين؟ وبيضرب ليه. وبكده نكون وصلنا لنهايه
الفيديو بتاعنا. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.